بيكم في مطبخ التوفير مع أم محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. غدانا النهارده بربع فرخه. هنعمل بيه الطاجن اللي انتي شايفاه ده، وكمان هنعمل هنكفي البيت كله ونعمل غدا اقتصادي بربع الفرخه لأسرة 6 أفراد بطريقه سهله وكمان اقتصادي، بما اننا اخر الشهر وعايزين اكلات اقتصاديه. بربع فرخه، لو عندك ربع فرخه في التلاجة هاتيه واعملي بيه احلى غدا لاولادك، غدا مشبع وكمان مغذي ويكفي البيت كله. انا غسلت ربع فرخه بتاعي، غسلته كويس وهبدا اقطعه مكعبات. قطعي بقى المكعبات الحجم اللي يعجبك، قطع صغيره قطع كبيره، التقطيع اللي تعجبك قطعيه. انا هقطعه بقى التقطيع اللي انت شايفاها قدامك دي لحد ما اخلصه. طبعا غدا النهارده زي ما قلت سهل وسريع وكمان اقتصادي وعلى قد الايد، لو محتاره في الغدا خدي فكره وجربي الوصفه دي بجد هتعجبك. هخلص بقى تقطيع ربع الفرخه اللي عندي قطع المكعبات زي قطع مكعبات، وبعد كده هغسله وهحطه في طبق، وبعد كده نتبله مع بعض. زي ما قلت طريقة النهارده سهلة وسريعة. بعد بقى ما غسلته فضيته بقى في طبق عندي، هبدأ اتبله. انا هتبله البهارات الموجودة عندي، ما توقفيش نفسك على حاجة الموجودة عندك اشتغلي بيه. حطي معلقة فلفل اسمر، هو اساس الملح والفلفل، وبمعلقة البابريكا، وحطي كمان بودرة بصل وثوم والسبع بهارات، وهظبط الملح. البهارات اللي عندك اشتغلي بيها، انا استخدمت الموجود عندي. وكمان هزود معايا كمان مكعب من المرقة، ممكن تستغني عنه لو عندك بهارات فراخ. وظبطت بقى الملح، واحط معلقتين كبار من صلصة الطماطم، سواء صلصة انت شارياها او عاملاها في البيت، دي صلصة انا عاملاها في البيت. وكمان حوالي معلقتين كبار من الزيت، واقلب كل ده مع بعضه كويس، واركنها بقى على جنب واسيبها تتبل اما نجهز بقية الخضار. هركنها بقى على جنب. انا سبتها تتبل. جبت بقى الصينية عندي، اي صينية عندك، جبت بقى وعندي طبق فيه كمان فيه كام قرن من الفلفل، بصلتين صغيرين. لو عندك فلفل الوان او فلفل بارد، الفلفل اللي عندي كان حراق فعشان كده مش زودت منه، متكونش حراق عشان الولاد. هقطع الفلفل واقطع البصل، هما بصلتين صغار، عايزة تكتري كتري، الفلفل الالوان مديها طعم جميل. هقطع بقى تقطيع كل الفلفل اللي معايا، هو مبياخدش حاجة وتكوني مخلصة الغدا. هقطعهم بس. يا ريت لو عجبك فيديو النهارده فكره غدا نوريني بقى بالاشتراك في القناه بقى، وسيبيلي بقى كومنت يشجعني عشان اعملك افكار سهله وبس مطبخ التوفير مع ام محمد. قطعت بقى البصل، خلاص بقى تقطيع الفلفل وارجع لكم. قطعت بقى البصل والفلفل اللي عندي، جبت كمان نص كيلو من البطاطس وغسلتهم كويس وقطعتهم مكعبات. ممكن تزودي او تقللي كميه البطاطس بس بجد بيكون طعمها جميل. ونزلت بالبطاطس، ونزلت بالفراخ المتبله، واقلب كل ده مع بعضه كويس. هقلب بقى البطاطس مع الفراخ مع الفلفل والبصل. زي ما قلت ممكن تزودي الفلفل، لو عندي فلفل الوان ممكن تزودي. هقلب كل ده مع بعضه كويس. انا عايزاهم كله يشرب من التتبيله، وهزود عليهم بعد كده نص كوبايه من الميه. انا حطيتها في الطبق اللي كان فيه التتبيله. ممكن تدخليها الفرن بقى تستوي، بس انا هسويها على البوتاجاز، انا كنت مستعجله. ممكن تدخليها الفرن تستوي ويكون بجد طعمها جميل برضو، بس انا هسويها على البوتاجاز. عندي بقى حطها على البوتاجاز تستوي مغطياها. وعندي حله تانية هعمل معاها رز بالشعريه. نزلت بقى بحله فيها معلقتين كبار من الزيت، وعندي بقى هنا بص بالفراخ بتستوي. هنزل بقى بحوالي نص كوبايه من الشعريه، وافضل اقلب في لغايه ما تتحمر معايا. طبعا الرز بالشعريه ما بياخدش وقت انا النهارده في نص ساعه هتكوني مخلصاه. افضل اقلب بقى في الشعريه لغايه ما تاخد لون ذهبي معايا، والفراخ بدات تغلي معايا. انا مهديه عليها النار، اول ما تستوي معايا ادخلها في الشوايه تاخد لون. زي ما قلت ممكن تسويها من اول فرن البوتاجاز لو بس انا كنت مستعجله. هفضل اقلب بقى في الشعريه لغايه ما تتحمر معايا. الشعريه اتحمرت معايا، هنزل بكميه الرز. انا غسله الرز كويس. اعملي كميه الرز حسب عدد افراد الاسره، واظبط له الملح واقلبهم مع بعض كويس. انا بحب اشوح الرز مع الشعريه، وبعد كده اظبط له مقدار الميه. اول ما يتشرب معايا الميه هدي عليه النار لغايه ما يكمل سوا كده. خلصنا الغدا بتاعنا. زي ما قلت هو مبياخدش حاجه ويكون على مخلصاه على طول. وعندنا الفراخ خلاص دخلت في السوا، هدخلها الفرن تحت الشوايه تاخد لون معايا. وبعد تطلع من من الفرن هنشوفها مع بعض. هي استوت معايا خلاص.
الرز خلاص بدأ يدخل معايا في السوا. ده شكلها بعد ما طلعتها من الفرن ما شاء الله بجد ريحتها جميلة وسهلة وسريعة وكمان اقتصادية يعني. هتعملي وجبة مغذية لولادك بربع فرخة. أكلة سهلة وسريعة وكمان على قد الإيد. قدمتها بقى في الأطباق، يعني كل واحد طبق فيه من الرز يعني جزء من الفراخ بالبطاطس. يا ريت بقى الفيديو النهارده نقولي بقى بالاشتراك في القناة بقى وسيبولي كومنت يشجعني.